السلام عليكم. اوريغانو دي زاد الاشياء والطبيه. الاخ يسال اخي هل عسل الجرجير هو نفسه عسل المرديسيه؟ وشكرا. عسل المرديسيه هذا راه كان ترند بزاف والناس تحوس عليه وكاع فيه فوائد وكاع. هو عسل اسم عنده اسم تجاري اسمه مرديسيه، يعني في الاصل تاعو في الوجود تاعو مكاش عسل يخرج من نحله يسمى بهذا الاسم، مكاش عشبه تتغذى عليها النحله تسموها مرديسيه وتعطينا عسل مرديسيه. كاين مثال عسل اكليل الجبل تتغذى من عشبه اكليل الجبل تعطينا عسل اكليل الجبل. عسل السدر كذلك. عسل الجرجير تتغذى من نبته الجرجير تعطينا عسل الجرجير. اما المرديسيه فلا وجود لها، يعني مجرد اسم تجاري استغلوه بعض التجار ربي يهديهم لبيع العسل تاعهم اللي هو اصلا عسل الجرجير، باعوا على اساس مرديسيه. يعني هذا يعتبر غش، هذا يعتبر غش للناس اللي راهي حابه تشري. يا اخي عندك عسل الجرجير بيعوا على اساس عسل الجرجير، على تقول عسل المرديسيه باه من بعد يشريه هو شاري عسل الجرجير. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الزوجه عسل اللي يجي بالقوام الابيض تقريبا كاين تقريبا نوعين، كاين عسل الجرجير ولا عسل ابيض القرقيزي، وهذاك اصلا يخرج ثاني طبيعي عادي كيما هكا، لكن من شده البروده تم عندهم في هذه الدوله يتجمد بزاف. هنا لازم يضربوا في الخلاط لهذا يرجع اللون تاعو ابيض، يعني ما كاش لون ابيض في العسل من غير الجرجير ولا غير العسل القرقيزي. لهذا ننصح التجار قبل المشترين اتقوا الله في الناس، بيع له على اساس جرجير، مش تقولوا مرديسيه، هو لا وجود للمرديسيه اصلا. ربي يهدينا ان شاء الله وربي يوفق كل واحد.